لنرى كيف صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الآيات ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم. واليوم مع 5 آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نقف مع هذه الآيات 5 وقفات سريعة لنأخذ العبرة والعظة من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذه الآيات، لنأخذ القدوة والأسوة لتحويل هذه الآيات من آيات تتلى باللسان إلى آيات تعمل بالجوارح والأركان. عباد الله، فأعينوني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن عباس: كانوا يقولون يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل توقيرا وتعظيما وإجلالا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن ينادوه يا محمد أو يا أبا القاسم، لا باسمه ولا بكنيته صلى الله عليه وسلم. أما إذا أرادوا أن ينادوا له صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يقولوا يا رسول الله، يا نبي الله، صلى الله وسلم على النبي محمد. وهذا من الإجلال والتعظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم حث من الله للمؤمنين ألا ينادونه صلى الله عليه وسلم باسمه ولا بكنيته. والعجب كل العجب أن الله عز وجل هو نفسه قد ألزم نفسه بمثل هذا الأمر، فلم ينادي محمدا صلى الله عليه وسلم بمحمد، وإنما ناداه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي في كتابه، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ولم يقل يا محمد صلى الله وسلم على النبي محمد، في حين أن الله عز وجل نادى أنبياءه وأولي العزم من الرسل بأسمائهم مجردة دون كنية أو صفة أو خلق. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ناداه الله تبارك وتعالى في كتابه 13 مرة في 6 سور بقوله يا أيها النبي، يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حرض المؤمنين، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم المؤمنات، يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، إلى غير ذلك من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى في 6 سور ناداه الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها النبي 13 مرة، وناداه مرتين بقوله يا أيها الرسول في سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى غير ذلك. وناداه بقوله يا أيها المدثر فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وعندما نادى أبا البشر آدم أول من خلق الله تبارك وتعالى بيده تبارك وتعالى وأسجد له ملائكته تبارك وتعالى، ناداه وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وعندما نادى أول رسول إلى الأرض وهو نوح، أول رسول إلى الأرض، قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. وعندما نادى إبراهيم، من هو إبراهيم؟ خليل الرحمن، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ونادى
مجردة يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. ونادى كلمة الله تبارك وتعالى عيسى يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فنرى أن الله تبارك وتعالى عظم نبينا صلى الله عليه وسلم ووقره وأجله ورفع قدره تبارك وتعالى، وحثنا على ذلك نحن المؤمنين أن نفعل كما فعل رب العالمين تبارك وتعالى بنبيه وحبيبه وخليله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قلة الأدب بل من قلة الدين أن يناديه رجل باسمه مجردا، بل هذا دليل على النفاق، نسأل الله العفو والعافية. وهذا رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من حنين وقد غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة وجعل يعطي المسلمين ما يعطي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم، فجاء رجل وفي حجر بلال رضي الله عنه فضة، فجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بغلظة وشدة يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل، وكذا في رواية خبت وخسرت إن لم أكن أعدل صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور، خبت وخسرت إن لم أعدل صلى الله وسلم على النبي محمد. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذه المقالة فقال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق، إلى دفاع عمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فإن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهذا هو أول بذرة للخوارج. نسأل الله عز وجل أن يهدي عصاة المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما معناها؟ أي أنهم يقرؤون القرآن لا يتعدى أن يتلوه بالألسنة عباد الله، بالألسن وفقط، أما أن يطبقوه وأن يقع في قلوبهم فهذا لم يكن ولن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا الوصف. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. من أين يأتي الصوت؟ فقط حنجرة. ثم إذا انفعل العبد بهذا الدين بهذه الآيات ينفعل بقلبه، فهو لا يجاوز هذه الحناجر، لا يصل إلى القلوب، يمرقون أن يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وانتهى الأمر. فهذا فعل صحابي من صحابة رسول الله وهو عمر مع رجل نادى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد، وهذا دليل نفاقه ودليل قلة أدبه مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى أنت تقول أنا الحمد لله أقول يا رسول الله وأقول نبي الله إلى غير ذلك، ولا أقول يا محمد. أنا لا أقول أن المسألة لا تتعلق بالشكليات أو بالمظاهر، أنك تقول مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو تقول هو رسول الله أو هو نبي الله، ولكن أن تنفعل إلى هذه المعاني، أن تنفعل بهذه المعاني وتصبح على أرض الواقع مجسمة في اتباع لرسولنا صلى الله عليه وسلم، في حب له، في تعظيم ونصرة له صلى الله عليه وسلم، كما سنرى في آية أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى، وفيها يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
مجرد أدب ظاهري، ولكنه ينم عن أدب باطني، عن حب، عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تقدر القرآن وتؤمن به، فإذا وجدت مصحفا على الأرض ترفعه، وبعضهم يقبله لأنه يحبه من قلبه، ليست محبة ظاهرية فقط، أمر في القلب قد انطبع، لذلك يظهر على الإنسان في القلب. لذلك مثل هذا الأدب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أبو بكر وعمر، يأتي وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث كاد الخيران أن يهلكا. الخيران أبو بكر وعمر كاد أن يهلكا. لما؟ قدم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عمر بالأقرع بن حابس أن يكون هو كبيرهم وعظيمهم ومدبر شؤونهم بعدما يذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار أبو بكر بالقعقاع بن معبد، فكل له رأي. عمر يقول: بل نؤمر عليهم الأقرع بن حابس. أبو بكر: لا، نؤمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر لعمر وقد ارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافا. فقال عمر: ما أردت خلافا، وارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان؟ نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما كان من عمر رضي الله عنه بعد ذلك إلا أنه إذا أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجي عمر يتكلم فيتكلم بصوت منخفض، فالنبي ما يسمعش، فالنبي يقول له: أنت بتقول إيه؟ من بعد ما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، مع أننا نعلم مكانة عمر ومكانة أبي بكر رضي الله عنهما، مكانة عظيمة جليلة في الإسلام وبين المسلمين، ومع ذلك تنزل هذه الآية فيهما رضي الله عنهما، وفيها تهديد شديد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت بن قيس بن الشماس. ثابت بن قيس بن الشماس هذا الرجل كان صاحب صوت رفيع، يعني صوته عالي، صوته عالي. فكان إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع صوته، وهذا بطبيعة صوته كده. فلما نزلت هذه الآية قال: هي إذا نزلت من أجلي، إذ أني أرفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. واعتزل في بيته ولم يأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو في بيته. فذهب بعض أصحابه إليه في بيته وقالوا: تفقدك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: نزلت الآية فيه، أنا أرفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، يقول كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ثابت بن قيس لا، هو من أهل الجنة ليس من أهل النار. يقول أنس: فكان يسير بيننا ونعلم أنه من أهل الجنة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أهل الجنة. يقول أنس: فلما كانت معركة اليمامة وانكشفنا، حصل انكشاف، يعني هزيمة مؤقتة للمسلمين، ضغط من الكفار على المسلمين. قال: فانكشفنا قليلا. قال: فإذا بثابت بن قيس يأتي وقد تحنط ولبس كفنا، رضي الله عنه، تحنط ولبس كفنا وأقدم إلى العدو إقدام الشجاع
المؤمن التقي النقي الذي يريد شهادة من قبل الله رب العالمين ويقول ما يجدر بكم أن تفعلوا ذلك حتى يروا أقرانكم. ما ينفعش تعملوا كده ترجعوا تتفكروا، لا، كيف سيرى أصحابكم مثل هذا الأمر؟ لابد أن تكون قدوة بين أصحابك. ما يجدر بكم أن تفعلوا هذا بين أقرانكم. ثم تقدم رحمه الله رحمة واسعة فقاتل حتى قتل في أرض اليمامة شهيدا لله رب العالمين، وهو رجل من أهل الجنة بشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ترى أنه انفعل للآية واعتزل في بيته خشية أن يكون هو المقصود بهذه الآية، وقال هو من أهل النار قد حبط عمله، خشية أن يكون مثل هذا الأمر قد انطبق عليه. مثل هذا الأمر أدب ظاهري، ولكنني أقول كذلك هو أدب في الحقيقة باطني يخرج من قلبه عباد الله. لذلك قال ابن كثير من الأدب ألا ترفع صوتك عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته وعند قبره صلى الله عليه وسلم وفي مسجده صلى الله عليه وسلم. لذلك لما رأى عمر رضي الله عنه رجلين قد رفع أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بهما وقال من أين أنتما؟ فقال من الطائف. فقال عمر لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، لا ترفعا أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير لأنه صلى الله عليه وسلم موقر دائما أبدا في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. لا كلام ولا جدال في مثل هذا الأمر. لذلك تأتي آيات أخرى ينفعل لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إياك عبد الله أن تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر أو نهى صلى الله عليه وسلم. الزبير يقول خاصمني رجل من الأنصار في شراج الحرة التي أسقي بها نخل، زي أمر السقيا كده بين الفلاحين، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصاري يقول سرح الماء للزبير، سيب المية تعدي الأرض، والزبير يريد السقيا يريد وقتا، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير يا زبير اسقي ثم سرح الماء، اسقي ثم سرح الماء، اسقي الماء وبعدين سيب الماء، سرح الماء. فقال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عمته اسمها صفية، صفية أنجبت الزبير، يبقى الزبير ده ابن مين؟ ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل الأنصاري بيقول للنبي إيه؟ هو عشان ابن عمتك ده أنت بتحكم له؟ خد بالك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى بان ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجبل ثم سبحه. النبي أراد أن يوفق بينهم وأن يرتضي كل منهما بأمن وسط، فيسقي الزبير وقتا ثم يسبح الماء. ولكن الأنصاري لم يرضى بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجبل حتى يأخذ وقته في السقي، ثم بعد ذلك سبح الماء، لأنه لم يرضى بحكم رسول الله. فقال الزبير أرى أنه قد نزلت هذه الآية فيه وفي هذا الأنصاري فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
لا ممانعة، لا مدافعة ولا منازعة لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مطلق التسليم والرضا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فأين نحن اليوم؟ من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي علينا رجل يقول قرار. إيه القرار؟ منع الممرضات والطبيبات من النقاب في المستشفيات الجامعية في جامعة القاهرة. طيب إيه العلة يعني؟ العلة للتواصل بين المريض وطبيبته أو الممرضة بتاعته. طب أين مثل هذا الأمر حتى في بلاد الكفار مش في بلاد المسلمين؟ تأتي طبيبة منتقبة مع أحد المذيعين تقول أنا كنت في أمريكا، هي طبيبة أورام وكنت أعمل بنقابي ولم يضيق عليها في مثل هذا الأمر. تعيش بين الكفار في أمريكا وتعمل بنقابها ولم يتعرض لها أحد، ثم تأتي إلى بلدها، إلى مصرها، إلى بلاد المسلمين، ثم تمنع من مثل هذا الأمر بقرار وزير. طب هذا الأمر أين هو في دين الله؟ ثم يأتي رجل من أهل الدين من أهل العلم فيدخل في مداخلة فيقول الوزير له مطلق الحرية ومطلق الحق. طب ليه؟ يقول لك لأن مثل هذا الأمر النقاب أمر مختلف فيه. صحيح أمر مختلف فيه، صحيح، لأن جمهور أهل العلم على غير النقاب، تمام، لكن قال به أهل العلم ليس كل أهل العلم، بعضهم قال بالحجاب بعضهم قال بالنقاب، لكنه أمر من دين الله تبارك وتعالى، بل أتى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين عندما تكون محرمة، في غير ذلك تنتقب وتلبس القفازين، فهو أمر من دين الله تبارك وتعالى. بل إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل الأمة، ده بالإجماع أهل ما فيش كلام فيه، كنا منتقبات. عائشة، حفصة، أم سلمة، إلى غير ذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمي وأمه كانت منتقبة، لأن هذا أمر خاص بهما على بعض أقوال أهل العلم، فهذا أمر لا جدال فيه، فالنقاب أمر من ديننا، والشك فيه والكلام فيه أنه عادة يهودية أو عادة خرافية أو عادات أو خزعبلات، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، بل النقاب من دين الإسلام على خلاف بين أهل العلم. فمن حجب امرأته فخير وبركة، ومن قد انتقبت امرأته فخير وبركة، لا جدال في ذلك ولا نقاش، كل له مطلق الحرية في أن يأخذ مثل هذا القول أو مثل هذا القول فيما ارتاح إليه قلبه ووصل بدليل شرعي إليه، مش مشكلة. لكن نأتي ونتكلم عن أمر من دين الله تبارك وتعالى ونرده ونقول لا، ده أمر مختلف فيه. طب ماذا ستقول في أمر الجماعة؟ صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لم يأتي قول مجمع عليه بين أهل العلم أن صلاة الجماعة أمر واجب، فهل بعد ذلك نقول كل يأتي بقى يخش كله بيته؟ لا، عشان حاجة الأمن القومي وعدم تكوين بؤر إرهابية وعدم بث الأفكار مش عارف إيه المتطرفة، ونحن في أيام يبث فيها مثل هذا الكلام في المساجد، يبقى نعمل إيه؟ يبقى نقفل المساجد وكل واحد يصلي في بيته، لأن أمر الجماعة أمر مختلف فيه. فعلا أمر مختلف فيه. لم يقل أهل العلم جميعا بأن صلاة الجماعة أمر فرض عنه على الجميع إلا بعض أقوال أهل العلم. هتعمل أنت إيه؟ يعني قول الشافعية أنه سنة، يبقى بقى صلي الفجر في بيتك والظهر والعصر والمغرب والعشاء في بيتك ونيجي في المساجد ديت، مسألة مختلف فيها. لو خرج علينا رجل يقول لحاجة الأمن القومي وعدم بث التطرف والإرهاب إلى غير ذلك مثل هذه الأقوال، لا، هذا دين. لو أتى رجل وقال إن الختان ده المفروض أصل ختان الإناث ده نبتعد عنه، ليه؟ ده أمر ده من الجاهلية، ده عادة فرعونية، ده أمر من العادات الجاهلية، وهو أمر في دين الله تبارك وتعالى، وأتت به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل كم من فتاوى أهل الأزهر، لا أقول من فتاوى أهل العلم القديمة والكثيرة، ادخل على موقع الأوقاف وطلع بس كده، عاملين هم
برنامج لفتاوى أهل الأزهر، فتاوى أهل الأزهر بالسنة والتاريخ والمفتي. مش هنجيبها من كتاب فلان ولا علان، لا تكتب بس ختان الناس، يقول لك شيخ فلان مفتي، شيخ الأزهر فلان يأتي ويقول الختان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه شعيرة من شعائر الإسلام. بل أن الشيخ شيخ الأزهر الشيخ جاد حق رحمه الله أخرج مذكرة أو عبارة عن كتاب صغير يتكلم فيه عن ختان الإناث، بل ذكر فيه قولا لأهل العلم وأن ختان الإناث شعيرة، اسمع إيه؟ شعيرة من شعائر الإسلام. يعني تعرف الناس دول مسلمين ولا مش مسلمين ببعض الأمور. تلاقي فيه أذان، تلاقي فيه لحية، تلاقي فيه حجاب، تلاقي فيه نقاب، تلاقي فيه ختان. دي أمور اسمها شعائر الإسلام، تعرف بها دول مسلمين ولا مش مسلمين. قال لو أن بلدا منعت ختان الإناث تحارب وتقاتل لأنها منعت شعيرة من شعائر الإسلام. وده شيخ من شيوخ الأزهر الكبار رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم يأتي مثل هذا الرجل ويرد أمرا وشعيرة من شعائر الإسلام. الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نسأل الله عز وجل أن نكون من المتبعين لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرف. أما بعد، مع آيات الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تكن متقدما على النبي صلى الله عليه وسلم لا في قولك ولا في فعلك ولا في حالك، بل كن دائما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامك صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قدوتك على الطريق، هو أسوتك على الطريق، هو دليلك على الطريق عبد الله، فهو إمامك صلى الله عليه وسلم، فهو إمامك وهو أمامك. وكن أنت وراءه ومن خلفه ليكون قدوة لك وأسوة صلى الله عليه وسلم. لذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتدرونه بالقول، لا أقول لا يتقدمون عليه، لا يبتدرونه بالقول، وهذا أعلى. كيف؟ عن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم في يوم النحر. يوم النحر هو يوم العيد، عيد كبير، نحر الذبح والضحية في يوم النحر. فقال صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ يعني لو سألت الناس كلهم النهارده إيه؟ كل الناس هتجاوب النهارده الجمعة. إحنا الساعة كام؟ الساعة كذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وهذا أمر عجيب يقول أي يوم هذا؟ فلم يسمع إجابته بل قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا الصحابة سكت؟ إذا سيغير اسمه، مش هيبقى اسمه يوم النحر، هيبقى يوم تاني. ثم قال صلى الله عليه وسلم أليس هو يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. طب أنتم ما كنتوش في الأول ليه؟ العلة أنهم لا يريدون أن يبتدروا النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، بل هم مستسلمون لقوله وإجابته وحاله وكلامه صلى الله عليه وسلم. قول يا رسول الله زي انت عايز تغير اسمه، عايز تغير اليوم، عايز تغير السنة زي ما انت عايز. حب استسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم طيب أي شهر هذا؟ طب يوم النحر ده احنا معروف، العيد الكبير ده في شهر الحج معروف يعني، وهم عارفين وهم عرب وفاهمين. أي شهر هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فسكت. فقلنا يسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم أليس ذو الحجة؟ فقالوا بلى يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم أي بلد هذه؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قاعدين في مكة في البلد الحرام، كلام ما فيهوش جدال.
طب ما جاوبتوش ليه؟ لا يبتدرونه صلى الله عليه وسلم بالقول. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يغير اسم البلد، هيغير اسمها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس هذا بالبلد الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم في رواية أعراضكم، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم بلغ اللهم فاشهد. صلى الله وسلم على نبينا محمد. انظر إلى أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبتدرونه بالقول، يخشون أن يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا يكون فيه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في غضبه غضب لله تبارك وتعالى، وهم يريدون رضا الله من خلال رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل اسمع إلى هذا. عمر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا في الحج الإفراد والتمتع. التمتع أن يأتي الرجل بالحج والعمرة في حجة واحدة في سفرة واحدة. أما الإفراد أن يأتي بالحج ثم بعد ذلك في سفر آخر يأتي بالإيه؟ بالعمرة. فما كان من عمر إلا أن أخذ قولا الإفراد في ديننا والمتعة في ديننا، إلا أن عمر أخذ بقول الإفراد. وكانت علة عمر أنه يريد من الناس الإفراد. لماذا؟ حتى لا يجمعوا بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ليه؟ لأن يريد من الناس أن يكثروا من السفر إلى البلد الحرام، لأنه لما يحج السنة دي خلاص ده إفراد، مفيش متعة، ما عملش عمرة، يقول لك أنا عايز أعمل عمرة، فيأتي في سفر آخر إلى بلد الله الحرام، فيكثر الناس من حول بيت الله الحرام، فتكثر السفرات إلى بيت الله الحرام. فكان هذا هو مقصوده، يقصد أن يكثر الناس من زيارة بيت الله الحرام، مرة بعمرة مرة بحج إلى غير ذلك. ولكنه لم ينهى عن التمتع، ولكنه أخذ بمثل هذا القول، وأخذ الناس من ورائه بقوله بالإفراد. فجاء عبد الله بن عباس وكان من أهل العلم يقول للناس أن التمتع من سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من الناس إلا أن قالوا له يا عبد الله ولكن عمر يقول بالإيه؟ بالإفراد، وهو يرد عليهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان منهم إلا أن يردوا ويقولون أبو بكر وعمر فعل وفعل، وهو يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أكثروا عليه قال يوشك اسمع أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر هو يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وإحنا عارفين مكانة أبو بكر وعمر في العلم وفي الديانة، ومع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل أحد في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حال عباد الله. حتى عبد الله بن عمر، عبد الله ابن عمر يأتي الناس إليه يقول أبوك كان يفعل كذا، كان يقول بالإفراد، فيقول لهم ما كان عمر يقصد ذلك، كانت عنده علم. فلما يكثروا عليه فيقول لهم أتتبعوا رسول الله أم تتبعوا عمر رضي الله عنه. إذن التقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أصحاب رسول الله لا يكون أبدا، بل هم المتبعين لقوله وهديه وسمته وشكله وحاله وصفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فليكن كل عبد من عباد الله على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وتبقى معنا آية لها مواقف ولها كلام كثير نأخذها في أمر آخر إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتبعين لهديه وسمته
ودله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اشف مرضى المسلمين واجعل مرضاهم في ميزان حسناتهم يوم الدين، واغفر لموتى المسلمين، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم كن في عون المستضعفين من إخواننا في كل مكان. هذا والحمد لله رب العالمين وآخر الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستغفروا الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا
قالوا وكان عند الله وجيها. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذ الآية عنها نبدأ إن شاء الله عز وجل سريعا. قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. خد بالك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمته بأمة الدعوة ومبشرا بالجنة لمن عمل صالحا وآمن به صلى الله عليه وسلم ونذيرا بالنار لمن كفر أو فسق أو عصى. لتؤمنوا العلة إيه؟ العلة من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. خد بالك عشان في حقوق مشتركة بين الله تبارك وتعالى بين رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. 5 3 مشتركة والباقي لله تبارك وتعالى. أما الله عز وجل يبقى الإيمان بالله، تؤمنون بالله. خد بالك، وتعزروه اللي هو يعني تنصروه، توقروه، تعظموه، تسبحوه. التسبيح اللي هو تسبح الله تبارك وتعالى بكرة وأصيلا يعني ليلا ونهارا. أما النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك، بتؤمنوا بالله ورسوله، إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعزير للنبي صلى الله عليه وسلم. تعزير يعني إيه؟ تعزير يعني نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتوقروه يعني تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا إيمان ونصرة وإيه؟ وتعظيم. ده للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالى نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولية إيمان أول ما فيش كلام فيه. أما مسألة اللي احنا بنسميها التعزير النصرة، ده أمر مشاهد من خلال هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف رواه إسحاق عجيب جدا، يعني هو موقف عجيب فعلا سبحان الله. أنت عارف أنت الآية في آخر سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوة، أي حد في كفة. والنبي عليه الصلاة والسلام والرسول النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، لا هو بيختار كفة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو الكفة ثانية أبوه وأمه أخوه وأخته أعز الناس كده. تمام؟ خد بالك الموقف هنا بقى: عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، ده رأس المنافقين، اسمه عبد الله. خد بالك المسألة مش مسألة أسماء. عبد الله بن أبي بن سلول ده رأس الإيه؟ المنافقين.
ده اشد كفرا والعياذ بالله، لان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، خد بالك. وده كان يعني رجل عظيم الخطر، وله مكان عظيم، وكان ملك قبل كان النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه، فكان حامل الضغينه في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان له مواقف عده، منها لا يخرجن الاعز منها الاذل، بيقول نفسه عزيز وبيتهم النبي عليه ويصف بانه دليل صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم. هذه ايه سوره المنافقون. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، برضه نفس الكلام. الحته الثانيه النبي عليه الصلاه والسلام معدي الدابه بتاعته، فهو قاعد بقى مع اصحابه، قال غبر علينا ابن ابي كبشه. يعني مش ايه، مش شوف ابن ابي كبشه ديت ايه، يعني بيصف النبي بصفه ذميمه، زي واحد بيبتديه بايه، باسم تدعي فيه ان هو يضع من شأنه. فهمت؟ فما كان من ابنه ابن عبد الله ابن عبد الله بن ابي سلول في المواقف الكثيره دي قال يا رسول الله والذي اكرمك والذي انزل عليك الكتاب بالحق، كما في ابن ماجه قال والذي اكرمك والذي انزل عليك الكتاب بالحق لآتينك برأسه. رأس مين؟ رأس لآتينك برأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. شوف المواقف، شوف مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. بس خد بالك، شوف موقف ابن الابن ده، نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان أبوه. مش كلام، تطبيقا لآيات الله تبارك وتعالى. ده موقف. في موقف بقى بنسميه الايه، في النصرة ورد التعظيم بقى، غير النصرة التعظيم، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود الثقفي، عارف انت صلح الحديبية طبعا كان فيه مفاوضات، فأتى عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه، طب ارجع وبتاع وتعالى السنة اللي بعدها والكلام ده كله. ثم رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، قال أي قوم، راح لهم بقى الكفار، أي قوم، بصوا بقى أنا أقول لكم كلمتين، أي قوم لقد وفدت على ملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، رحت عند ملوك كتير، لقد وفدت على ملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا من أصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمدا، فوالله ما تنخم نخامة. انت واخد بالك من النخامة يعني ايه؟ أعزكم الله بلغا، خد بالك، ما تنخم نخامة، ده مين؟ النبي، إلا وقعت في أيدي أحدهم يدلك به جلده ووجهه. بالله عليك، لو واحد بقى من الناس اللي هم بيقولوا له احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، او واحد طلع على الفضائيات قال كلمه يقول لك ايه ده؟ وده في الدين؟ ده حديث مضروب. اقول كده، ما هو ما يعرفش قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو يعرف قدره كان لحس جزمته. مش هقول لك ان هو يتنخم من الخمر، ده خير خلق الله، لا تفتح الجنه الا باسمه. انت متصور انت؟ لا تفتح الجنه الا باسمه، وهو الشافع المشفع اللي هيشفع لك، وتبقى انت مدوم مش عارف حد. طب حد يتكلم ربنا يبدا حساب، كلم رب العالمين، حاجات يعني ايه اشبه بالخيال، لكن المحب حاجه ثانيه. فقول ما تنخم نخامه الا وقعت في ايدي احدهم فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ وضوءا إلا تقاتلوا على وضوئه صلى الله عليه وسلم. بقى المية أو واخد بالك، الحق بقى كل واحد ياخد له إيه شوية، صلى الله عليه وسلم على نبي محمد. وما يحدون النظر إليه تبجيلا له صلى الله عليه وسلم. مش واحد كده يرفع عينيه في صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلموا خفتوا أصواتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم ابتدروا قوله صلى الله عليه وسلم. أيوة رسول الله، أيوة يا نبي الله. ده مين؟ ده عروة بيصف حال مين؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعروة كان يميها إيه؟ كان كافر، وبيكلم مين؟ بيكلم الكفار. فقال لهم وقد أشار علينا بخطة رشد وأرى أن تقبلوها. اسمعوا الكلام وبيقولوا الخطة بتاعته والصلح بتاعه، لأن الراجل ده والناس دي مش هينفع معاه قتال ولا حرب. ده مين؟
ده النبي صلى الله عليه وسلم. ودولت مين؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب راجل بيتنخم بنخامة رسوله صلى الله عليه وسلم، لو سمع كلامه هيعمل ايه؟ لو سمع امره هيعمل ايه؟ لو سمع النهي هيعمل ايه؟ وياتي علينا زمان واحد متكئ واخد بالك ويرد احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، ويرد شعائر الاسلام، ويدعي ان الاسلام فيه تطرف وارهاب الى غير ذلك. ووالله ما التطرف والارهاب الا في غير المسلمين وفي غير الاسلام. نعم المسلمين فيهم حده، بس ده العاصي المذنب الطاغي اللي ما فهمش الاسلام ما فهمش دينه، لكن ليس العيب في الاسلام، ولكن العيب في من يطبق الاسلام على غير تعاليمه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله وافضل معلم، وديننا هو الدين الخاتم الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى غيره. نسال الله عز وجل ان يتوفنا مسلمين وان يلحقنا بهم اجمعين، وجزاكم الله خيرا.